في مخ اصطناعي بيشتغل وانت مش عارف هو ازاي بيشتغل. كل الحاجات اللي شفناها في الفيديو اللي فات في الفيس اي دي، تشخيص الامراض، حتى تسلا، كلها شغاله بحاجه واحده: الكونفيوجن نيورال نتورك. في دقيقه ونص هعلمها لك احسن من طلاب الجامعه كمان. سؤال: ازاي لما تشوف صاحبك وسط الزحمه عقلك بيعرفه فورا؟ في الاول هو ما بيبصش على الصوره كلها، هو بيبص على أجزاء صغيرة منها. الأول بيشوف الحروف والخطوط، بعد كده بيشوف الشكل العام، بعد كده بيجمعهم وبيقول إن هو ده صاحبه. نفس الكلام بيحصل في الكونفيوجن نيورال نتورك. الخطوة الأولى الكونفشنال لاير. تخيل إن عندك مصفاة صغيرة بتمرها على الصور كلها وبتدور على باترن معينة. مرة بتدور على خطوط أفقية، مرة على خطوط رأسية، ومرة على زوايا، وكل مرة بتلاقي الباترن بتقول له موجود. تانية البولينج لاير. دلوقتي عندنا معلومات كتيرة جدا. البولينج بيقول لك خليني أشيل الزيادة، زي ما بتعمل سمري لكتاب طويل بتاخد أهم المعلومات بس، وده بيخلي الكمبيوتر أسرع وأسهل. الخطوة التالية الفولي كونكتد لاير. دلوقتي جمعنا كل المعلومات. اللاير دي بتقول بناء على كل اللي شفته ده وش إنسان بنسبة 97%، وده قطة بنسبة 3%. وبكده الفيوجن نيورال نتورك بيحلل الصورة من الداخل للخارج وبيحللها في تفاصيل صغيرة جدا لحد ما يوصل قرار. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. AS Academy Future Skills. سلام.